السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني وأخواتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا لا يكون تكملة ديال الفيديو السابق اللي كان الحصة الأولى من الأعداد الجذرية لي نومبر غاسيونيل. في هذه الحصة هذه غتكون عندنا لا دوزيام بارتي اللي غتكون كتضمن لي سيني دان نومبر غاسيونيل. سيني دان نومبر يعني الإشارة ديال العدد الجذري. Règle. Premièrement, on a واحد le règle. Le nombre rationnel A sur B est positif. كي يكون العدد الجذري A sur B صحيح أو موجب si les nombres A et B ont le même signe. يعني le numérateur A و dénominateur B عندهم نفس الإشارة. يعني إلا كان الفوقاني عنده الموان التحتاني عنده الموان. الفوقاني بوزيتيف عنده التحتاني خصو يكون بوزيتيف. وفي le deuxième cas عندنا le nombre rationnel A sur B est négatif si les nombres A et B ont des signes contraires. يعني إلا كان باش يكون عندنا العدد الجذري A sur B négatif سيكون عندنا le numérateur et le dénominateur عندهم des signes contraires إشارات مختلفة. يعني الفوقاني مثلا عندنا حنايا -23 sur 7 تحتاني غيكون بوزيتيف. Des exemples. عندنا -5 sur -7 est un nombre rationnel positif car le numérateur et le dénominateur ont le même signe. هذا العدد الجذري موجب. علاش؟ حيت le numérateur اللي هو -5 et le dénominateur -7 ont le même signe. عندهم نفس الإشارة اللي هي الموا والموا كيتشاركوا فيها. عندنا -47 sur 15 est un nombre rationnel négatif car le numérateur et le dénominateur ont des signes contraires. عندنا -47 على 15 هو واحد العدد جذري سالب حيت البسط le numérateur اللي هو -47 et le dénominateur اللي هو 15 ont des signes contraires. كما كتشوفوا هنايا عندنا -47 عندنا هنايا الموان و 15 يعني عندها بوزيتيف موجبة. Remarque. Si A et B est un nombre rationnel, alors -A sur -B est égal. يعني أن هاد الإشارات اللي هنايا نقدروا نحولوا لهم البلايص. ماشي بالضرورة يكون هاد ب هادي هاد الناقص هادي اللي هنايا نقدر نطلعها لهنا. وممكن أنه عندي ناقص هنا وناقص هنا نختزلهم. هاد الأ هاد الناقص هادي مع هاد الناقص هادي مشاو غتبقى لنا في النهاية A sur B. هذه حالة ممكنة. إلا كان عندنا وحدة اللي فيها مثلا الموال اللي هي A sur B ها هي هنا كما قلت لكم هنا قدرنا نحولوها لتحت بدون أي إشكالية. وكذلك قدرنا نديروه هنايا. باغ اكزومبل عندنا -2 sur -3 هاي جبنا هاد الناقص اللي كانت هنا طلعناها لهنا وهذه بقات كما هي. وقدرنا كذلك أننا نختزلو هذه مع هذه بقات لنا 2 sur 3. وهنا كذلك عندنا -2 sur 3 هاد الموال اللي كانت عندنا هنايا هبطناها لتحت بدون أي إشكالية. وكذلك قدرنا نجيبوه هنايا حتى داك الكسر. كنتمنى الاخوان يكون هذا الفيديو هذا نال الاعجاب ديالكم وقدرتوا تستافدوا من الشرح ديالو. ما تبخلوش علينا الاخوان بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم الاخوان على المتابعه ديالكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.